الخوت السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة مع محمد البوداني. يكذب عليكم الكذاب اللي يقول لكم بأن قضية أو فضيحة امتحان مباراة المحامي هو مجرد زوبعة في فنجان، وبأنه غادي يدوز شوية الوقت وتنسى القضية كيف تنسات بزاف ديال القضايا الأخرى. يكذب عليكم الكذاب اللي قال لكم بأن هذه الفضيحة غادي تكون مجرد سحابة صيف سرعان ما تنقاشي. سيدي هذا راه ماشي الصيف، هذا راه زمان الشتاء، والناس المعنيين بهذه الفضيحة أو بهذه القضية ما باغيوش يسكتوا وحالفين بحلوفهم حتى يوصلوها للماس اللي باغيين يوصلوها. اليوم العديد من الصحف المغربيه كتهضر على الانتفاضه اللي قامت بها فاطمه الزهراء المنصوري الوزيره والقياديه في حزب البام، واللي كيقولوا بانها تمردات على وهبي وانتفضات في وجهه وبخاتو مزيان وسمعاتهم من المنقي خيار، ولو ان هاد فاطمه حتى هي منهم وهما منها، اولاد عبد الواحد كلهم واحد، غير هي شربت حليب السباع وقررت باش تواجه وهبي ربما لاسباب سياسيه محضه. ومن المعلوم بان فاطمه الزهراء المنصوري من شحال هذه وهي دايره عينيها على الحزب وعلى القياده ديالو، وهذا ماشي سوقي انا ولا سوق الراي العام الوطني، هذاك شان داخلي ديالهم هما تما. اللي كيهمنا حنا في هذه المناسبه هو الفضيحه ديال امتحان المحامي، ومادام فاطمه الزهراء انتفضات في وجه وهبي وقررت باش تدور فيه على هذا الشيء اللي وقع فما فيها باس نطرقوا لهذا الموضوع ونروجوا ليه، ولو اننا ما كنخدموا حتى شي مصلحه حزبيه ولا كندافعوا على اي طرف من الاطراف داخل الاحزاب المغربيه. حنا الحاجه الوحيده اللي كنخدموا وهي الشعار الخالد الله الوطن الملك، وما كنعرفوا حتى شي ثالث اخر ما بين هاد الاسماء اللي سمعتوها في الشعار واللي كتعرفوها كلكم. كاين الله سبحانه وكاين الوطن ديالنا اللي مكون من الشعب المغربي، وكاين جلاله الملك الحافظ والضامن للاستقرار ديال هذا الوطن وهذه الامه. والله كون ما كان النظام الملكي في هذه البلاد والله حتى ياكلونا الديال ويدخلوا عليك حتى لقلب دارك، لا يخطي علينا مخزن والله يكثر من امن بلادنا. فاطمه الزهراء المنصوري واللي كتولى المسؤوليه ديال رئيسه المجلس الوطني لحزب الاصاله والمعاصره انفجرت في وجه الامين العام ديال الحزب يعني وهبي وزير العدل في الحكومه خلال الاجتماع الاخير ديال المكتب السياسي ديالهم. المصادر من داخل الحزب ديالهم كتقول بان فاطمه الزهراء عاتبات وهبي بشده امام جميع اعضاء المكتب السياسي، ضربات ليه الطر والبندير وندماته على داك التصريح اللي قال ديال ولدي كيقرا في كندا، ولدي باه لاباس عليه عنده جوج ديال الاجازه. فاطمه الزهراء المنصوري قالت الوهبي بانك تسببتي في اساءه كبيره لنفسك والحكومه والحزب ديالك، والملف ديال مباراه المحامين ما عرفتيش كيفاش تسيروا كما ينبغي، جيتي تكحل ليها عميتيها السواد او طبزتي ليها العين كيف كيقولوا بعض المغاربه متفكهين في الاحاديث ديالهم. فاطمه الزهراء المنصوري وهنا ركزوا معايا مزيان، قالت لي سعاده الوزير السي وهبي الامين العام ديال الحزب ديالنا كون غير بقيتي ساكت وضارب الطم وما هضرتيش نهائيا كانت غادا تدوز الامور بخير وعلى خير، لا عين شافت ولا قلب وجع. وحتى دوك الراسبين ما كانوش غاديين ينوضوا هاد القربانه اللي منوضين هذا، كانوا غاديين يسكشوا يدخلوا لسوق جواب ويضربوا الطم حتى هو، كانوا غاديين يقابلوا بالخساره اي بالرسوب، لولا ان التصريحات المستفزه ديالكم هي اللي ثارت الغضب ديالهم، وللاسف الشديد تضامنوا معاهم جميع المغاربه. رد الفعل ديالك السي وهبي ما كانش في محله. هكذا خاطبات فاطمه الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب البام الزعيم ديالهم أي عبد اللطيف وهبي، علما أن الحكومة المغربية وفي شخص مصطفى بيتاس سبق لها قبل أيام قليلة فقط حاولت تقلل من أهمية وخطورة هذا الملف، وقالت بأن السيد وزير العدل أعطى داك الشيء اللي عنده جاوبكم وخاصكم تسكتوا دابا، أعطاكم جميع التوضيحات اش مازال باغيين تسمع. يعني الحكومة انتصرت للوزير ديالهم العضو اللي معها في الحكومة في مواجهة المطالب الشعبية بفتح تحقيق قضائي معمق، علما أن وهبي بنفسه حتى هو كيرفض فتح تحقيق، وملي كيسمع الناس كطالب به كيضحك وكيسخر منهم وكيستهزئ بهم سواء بتصرف او بسلوك او بكلمه جارحه اخرى، بحال ديك البرلمانيه اللي طالبات من داخل قبه البرلمان بفتح تحقيق. اضحك وهبي وقال لها كلمه واحده انا اتفق معك وزاد مع الطريق، وهنا كيبين بانه غير مقتنع بفتح اي تحقيق حول هذه الفضيحه، وبانه متمسك بالنزاهه ديال نتائج امتحان المحامي، وبان الراسبين والراسبات ما عليهم الا يقبلوا بالامر الواقع ويمشيو يسكتوا ويدخلوا سوق جواب، والا ما غادي يعجبهم حال. وللتذكير فقط فالنائبه البرلمانيه اللي هضرت على هذا الموضوع وطالبات بفتح تحقيق تجرأت على الكلمه في الجلسه ديال الاسئله الشفويه، وقالت في التصريح ديالها نريد الجرأه لفتح تحقيق حول مهزله مباراه المحاماه لكي نحافظ على الصورة المشرفة لبلادنا. لكن وهبي
رد عليها بطريقة مستفزة وساخرة وقال لها: أنا متفق معك السيدة النائبة المحترمة وشكرا، قبل ما يتوجه مباشرة للمقعد ديالو إلى جانب الزملاء الوزراء ديالو والناس اللي معاه الطبالين والغياطة ديالو كلهم كانوا كيضحكوا وكيصفقوا. وهنا كيبين بأن النواب البرلمانيين ديال لبام على غرار جميع نواب الأحزاب الأخرى ما كتهمهمش المصلحة ديال الشعب ولا السمعة ديال البلاد. الشيء الوحيد اللي كيضربوا ليه الحساب وكيتشبتوا به هو المصالح ديال الحزب. المصلحة ديال الأحزاب ديالهم دائما كتكون هي العليا، والمصالح ديال المواطن والشعب والوطن ديما كيخليوها هي السفلى. وللأسف الشديد فهذا واقع مرير. كتعرفوا بلادنا من عهد الاستقلال من نهار تسلطات الأحزاب على شؤون الحكم في بلادنا، هادشي معروف وكل المغاربه كيعرفوه، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المصيبة الآن أن كل شيء نايض الوهبي بمن فيهم نواب حزب الاستقلال الحزب المشارك في الحكومة حتى هادو ناضوا الوهبي وطالبوه بفتح تحقيق عميق في مهزلة امتحان المحاماة. علما أنني قبل يوم أو يومين تقريبا قريت واحد الخبر مثير كيقول بأن وهبي تشكى رسميا نزار بركة الامين العام ديال حزب الاستقلال وقال لي: عندك شي برلمانيين باصلين بزاف كيهاجموني وما بغاوش يسكتوا يعطيوني شبر ديال الاتساع، فين ما كتجيهم الفرصه او المناسبه كيتهجموا عليا وعلى الوزاره ديالي وكيطالبوا بتحقيق في اجراء مباراه امتحان المحاماه. وحتى هاد الساده النواب حتى هما من هذا المنبر كنقولها ونعاودها ما كندافع على حتى واحد فيهم وما كنعرفهمش، وبلا شك فكاينه شي اسباب اخرى هي اللي كتحركهم. والمثل كيقول: ليس في القنافذ املس، واولاد عبد الواحد كلهم واحد. كاين خبر اخر في ختام هذه الحلقه وبلا شك ما غاديش يعجب السي وهبي وما غاديش يحمل نهائيا يسمعوا، كيتعلق الامر بقرار جديد للراسبين والراسبات في امتحان المحاماه. دوك الشباب اولاد الشعب اللي تم تهميشهم واقصائهم وتم اتهامهم بانهم كسالى وما قاريينش وما قدروش يجاوبوا على الاسئله ديال النظام الكندي. هاد الناس راهم الان كيعدوا العده باش يكونوا شي هيئه او منظمه تواجه وهبي وتوقف بشده على مساله فتح تحقيق في هذا المجال. الخبر كيقول بان اللجنه المحليه التابعه لتنسيقيه المرصبين في امتحان الاهليه لولوج مهنه المحاماه المتضررين دعتهم الى الحضور المكثف والمساهمه في تشكيل اللجنه المحليه واغناء النقاش واقتراح الخطوات من أجل تحقيق مطلبهم في إلغاء نتائج الامتحان. بلاغ اللجنة يقول بأنه استمرارا أو في معركتها لأجل إلغاء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وبناء على مخرجات اجتماع يوم 13 يناير 2023 الذي كانت من بين أهم نقاطه الإعداد والتهيئ لعقد الجمع العام لهذا المنتظر. تدعوكم اللجنة إلى حضور الجمع العام الذي سينعقد يوم السبت 21 يناير يعني بعد غدا إن شاء الله على الساعة 3 بعد الزوال بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الدار البيضاء. حتى الديمقراطية الكونفدرالية حتى هي ركبت على الخط وحتى هي باغا تستغل هذا الملف سياسيا. البلاغ كيقول ما عليناش بأن جدول أعمال الجمع العام كيتضمن التصويت على مشروع الأرضية التأسيسية وانتخاب اللجنة المحلية للتنسيقية وتحديد التدابير التي سيتم اتخاذها لأجل تحقيق هذه المطالب أي إلغاء نتائج امتحانات المحاماة، داعية كافة المتضررين إلى الحضور المكثف والمساهمة في تشكيل اللجنة المحلية. ايوا دابا السوابي فكايه من وحالتها كيف قالت لك فاطمه الزهراء المنصوري كون بقيتي غير ساكت وضارب الطب، ولكن اللي فيك ما يهني. كان معكم محمد البودالي في حلقه جديده من برنامج قضايا ساخنه. كنتمنىكم اخواني تدعموا هذا المحتوى الهادف باللايك البارطاج والتعليق، حتى هو كنقول لكم اللايك يعني الاعجاب. انا اللي عارف علاش اسيدي باش اليوتيوب يعرف بان هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغيه تستافد من هذا المحتوى، واذا كيخلي الفيديوهات ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناه ويخلي النقاش حول بحال هذه القضايا يتوسع اكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناه ديالنا. اما البارطاج فكيعني المشاركه، فهذا كيعني انكم ايها المواطن ايتها المواطنه ايها المشاهد ايتها المشاهده كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرسالة إلى من يهمهم الأمر. إذا كنت أنا صانع محتوى أنتم هما المعنيين به
والامر كيرجع ليكم، ودوركم في المشاركه مهم بزاف. اللايك والتعليق والبارطاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطره لكم جميعا، والى قضيه اخرى باذن المولى عز وجل.